السلام عليكم في مطبخ منال للطبخ والحلويات. إذا حبيتوا يوصلكم الوصفات ما عليكم إلا الاشتراك بالقناة. سلام حبيباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بهذه لا فيديو جديد، وصفة جديدة لشهر رمضان، شهر الكريم على الأبواب. ما بقالوش بزاف، إن شاء الله نصوموا بالصحة والهنا والعافية يا رب العالمين. جيتكم بهذه الوصفة بديل البوراك. في بلاصة البوراك ديري هذو الخبيزات، وصفة الخبيزات كما راكم تشوفوا. في بلاصة البوراك ديريهم عشربة ولا حريرة. نبداو على بركة الله. المقادير كما راكم تشوفوا، عندي 5 كؤوس فرينة، كما 5 كيسان فرينة حطيتهم هنايا. نزيد ملعقة سكر، ملعقة خميرة الخبز وملح، نحطهم فوق هذيك الفرينة. نزيد حبة البيض، هكذا. وعندي نصف كاس زيت. نخلط هذوك المكون كامل ونزيد هذاك النص تاع الزيت، نص الكاس. نخلطو كل شيء مع بعض هكذا. خلطي مليح هذوك المكونات، راح يجوك هذو الخبيزات شابين وبنان بزاف بزاف. ومن بعد اللم بالحليب يكون دافي، كاس حليب. نلم هذيك الفرينة بسسها بهذاك الحليب. من بعد نزيد نلمها بالماء دافي، نلم هذيك العجينة كامل هكذا حتى نتحصل على عجينة طرية. نغلق عليها ونخليها تجيه تخمر هكذا. راهي تخمر. ومن جهة أخرى حضرت مبشور الفرماج كما كنت تشوفوا، راهي خمرت العجينة تاعي. عندي دجاج مرحي، عندي دجاج طايب رحيته في الاشوار كما كنت تشوفوا. هنايا صلصة الجبن اني موجدتها، وهنا صلصة طماطم. المكون تاعي واجدين: دجاج، فرماج رابي وجبن. دوك ندهن يديا بالزيت كما كنت تشوفوا هكا. ونحاول ندير كويرات بهذا الشكل هكذا. ونكمل ذوك الكويرات كاملين ونخلوه يخمروا. ومن بعد نحكم هذوك الكويرات تاع العجين اللي درتهم ونبسطهم هكذا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نقبض المول تاعي ندهنه بشويه زيت وندير عليه شويه فرينه هكا. نبسط قلت لك هذيك الكويرات تاع العجينه بعد ما خليتهم مرتاحوا شويه نديرهم في المول اللي راني راح نطيب فيه. راني كملتهم. ذوكا ندهنهم على الاطراف تاعهم بصفار بيضة هكذا. وندير لهم شويه سانوج هكا. نكمل كاع الحوايج تاعهم بصفار البيض هكا من الحواف. وندير عليهم شويه سانوج هكا كما راكم تشوفوا. كل شيء راه واضح في الفيديو هكذا. ودوكا واش ندير؟ راح ندير صلصة الطماطم، صوص طوماط هكذا كما راكم تشوفوا في الوسط هكذا. راني نسيت به نزيد فوقها صلصة الجبن، ونزيد الدجاج هذاك الطايب اللي رحيته في الاشوار هكذا. ونزيدو دوكا فرماج رابي نزيد نعمر لكم وحده اخرى. هنا قلت لك ديري صلصه طماطم هكذا، ديريها في الوسط وزيدي فوقها صلصه الجبن. وصلصه الجبن اللي خلوا لي في التعليقات ندير لكم فيديو خاص بهذه الصلصه
هكذا ندير فوق هذيك صلصة طماطم، ندير فوقها صلصة الجبن، ونزيدو هذاك الدجاج كيما تحبي ديري دجاج فيونداشي كيما تحبي هكا، وزيدي فرماج رابي وزينيها من الفوق بحبة زيتون. هكذا حبيبتي، ويجو بنان بزاف بزاف، يجو شابين. في رمضان ديريهم هكا زينيهم بزيتون الاسود، في رمضان ديريهم في بلاصه البوراك هكذا. وندخلهم. اني كملت دوك ندير البلا تاعي في الكوشه يطيب بعد ما راني شاعله الفرن. هاو اني درتو راه يطيب، راهم مجدو الخبيزات تاوعي راهم مجدو، هي طيبه. شوف كيفاش طيبتهم، كيفاش جو ما شاء الله، الله يبارك. رفقت معاهم حريره هكذا. قلت لكم ديريهم مع شوربه ولا حريره في رمضان كما راكم تشوفوا. جو الله عليهم، شوفوا جو خفاف بنان شابين. ورفقتهم شوربه وسلاطه وشهيه طيبه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله بصحتكم. هكذا قلت لكم جو خفاف بزاف. دوك نقسم معكم وحده وشوفوها كيفاش جات بنا ولا اروع. شوفوا جو خفاف من الداخل، جو هشاش، جو الله يبارك. ريسيهم في هذا الشهر الكريم. باي، في فيديو اخر. ما تنساوش حباباتي تعليقات وليجام اشتراك للقناه. باي.